يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصداقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من ربي السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة. صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه ما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم لنا من والى. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا. صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. نهضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معاني الجلال. صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن
وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه الإيمان قواعده وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والملي عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر رسلها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وابرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه وسلم المصلي عليه به فينبث في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتبها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم في الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم فبدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التزوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بمطرس قراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف فيركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعصم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرف
تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وحده والبشر أضحى لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. صوتي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا تسليمي تسليمي يهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يفتك خطاك فاز وأفلى أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطه طاق فاز وأفلى
من يفتك خطاه فاز وأفلح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفلح بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد جئت بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد شوبنا من يا حبايبنا حب النبي دوأبنا شوفنا بال يا حبايبنا حب النبي دوأبنا شوبنا من يا حبايبنا حب النبي دوأبنا شوفنا بال يا حبايبنا حب النبي دوأبنا جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يفتك خطاك فاز وأفلح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفلح اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه قد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء
قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله ولما كانت عليه. السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله وأمه عليه. التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله فحملته عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. صلى الله حتى عليه. مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفا إلى عالم الزهور بعد تنكله في البطون والظهور. فترى الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
الوجدان حي الله أنت للعينين ضي الله أنت عند حاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي هم بخير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادني الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا حكام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بحماك دمئي كم فاض الحسن ندى ومداد أفكي كم أباح النجم سنا وكأن دموع عيني كالجزء لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك
حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الكمال الله الجلال أعطاك الكمال الله الجلال عطاك الجمال الله الجلال عطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العينين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين الله الجلال أعطاك الكمال الله الجلال أعطاك الكمال الله الجلال عطاك الجمال الله الجلال عطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العينين حبيبي محمد خير المرسلين المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
فحين قرب أول وضع هذا الحبيب عدد السماوات والأرضون من فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيدا والسنة الملائكة بالتباشير للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السبات الممدود صلى الله عليه وسلم وآسية وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه وسلم وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد Hadiraki Rasulullah, bakarang ke Rasulullah, hajat keranta kaki bi'dibi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قربوا يا هلال مثاني فها زار اليمن غرد واستضيء بجمال فقى في الحسن عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى عليك يا
يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جود وبلغ كل لا مقصاد يا الله آمين بجاه النبي وآل النبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله يا رب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الشكر علينا فدعا لله البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كريم الأرض
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. صلى الله وكان وقت عليه مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة صلى الله ومن ذلك عليه يشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل وأفضل الحبائب. الحبائب صلى الله فقد ورد عن عليه عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله قالت عليه الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست وضجعت فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة أن يميني صلى الله عليه يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله وأصرف عليه ذلك عني ثم عاوذني الرعب والظلمة والكشعريرة أن يساري صلى الله فسمعت قائلا عليه يقول أين ذهبت ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قالت فلم عليه يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله وكنت عليه من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم الشرف عند مولاه مولانا صلى الله وأن عليه اليد في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى في اليوم 100 مرة ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dan di antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kalian semua, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian semua. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, Kanjeng Nabi asumpah, inni, sesungguhnya aku, la atubu, sungguh aku bertobat, lamah git'ah minal gasam. Berarti Kanjeng Nabi asumpah, bedaki beda fa wallahi, bene atubu tapeh la atubu git'ah minal gasam. Yaktini, ini saat temene ingsun, ini sesungguhnya aku
kata Nabi SAW, la atubu, aku bertobat, sungguh-sungguh aku bertobat ila rabbi, kepada Tuhanku tabaraka wa ta'ala, fil yaumi, di dalam satu hari, di dalam sehari semalam, mi'ata marrah, tidak kurang dari 100 kali. Dosa apa Kanjeng Nabi? Marah. Umpama Kanjeng Nabi ini kan dosa ini sepora. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Umpama, tapi tak mungkin karena ada Nabi sandi dosa. Apa boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lek sediaki pangapura tining Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana beliau bertobat kepada Allah? Fa wallahi inni la atubu ila rabbi tabaraka wa taala fil yaumi mi'a marrah. Tak kung-tangkung Kanjeng Nabi ini gak sompat, demi Allah engkau atobat dekatang pangeran, yakni Allah Subhanahu wa taala, dalam saare tak kurang dari 100 kali. Pertanyaan itu apa? Hah? Minta swarga ciptaki kang kuwi Kanjeng Nabi. Minta jawaki dari neraka haramaki kang kuwi Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ki nyoon, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hah? Masya Allah, kelaban sampurnana akhlak, kelaban sampurnana ibadah, bahkan para malaikat pun tak mampu menyaingi ibadah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidir ruk'i was sujud, pemimpin makhluk yang rukuk dan sujud, baik dari bangsanya malaikat, bangsanya jin, bangsa daripada manusia. Sayyidir ruk'i was sujud, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al khairul maulud sallallahu alaihi wasallam. Kan kulit sambian nih kese enteng saja lah dosa sabora, padahal nyeropok dosa kata dia. La ilaha illallah. Ma min yaumi ma min rajulin, tidaklah satu daripada seseorang, yadnibu, yang melakukan satu dosa, dzamban, satu dosa. Tidaklah seseorang melakukan satu dosa, kemudian seseorang tadi itu yang melakukan dosa, yaqumu fayatatahharu, kemudian dia berdiri, bergegas, mengambil wudhu, bersuci, wa yusalli rak'atain, kemudian dia tadi itu bertobat dengan melakukan 2 rakaat. Cuma benega pengen tengaki ke dosa. Mafhuma betapa Allah Ta'ala gempangnya pora dekat dosa-dosa hambana. Maha segala-galanya napa nyaman ibadah singak ni kacar kala acara kemungkinan ki etrema tining Allah Subhanahu wa taala. Orang meri kering sogi pikir-pikiran, tromri kering sogi bok cocok karya, tak ngenyik tak kira-kira. Nah terus Allah taala, si maha segala-galanya terus merina ibadah singak nikah. Mohon pacet Allah taala nikah butuh ibadah makhluk, tak perlu ibadah kulit sambian, cukup ibadah malaikat dan para nabi. Cukup ibadah para malaikat, para nabi. Umpama Allah Ta'ala butuh de ibadah makhluk, tak usah manusia, cukup ibadah malaikat, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, setandi salah tandi dosa, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, illa ghafaralah, kecuali Allah pasti akan mengampuni. Siapa setandi itu sedari sedeteng dia? Sombong. Bahkan senego emek mungkin lebih banyak dosa dari sambian. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'u kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubu fannaru aula bi wal a'yadu billah. Sebanyak omong ya banyak salah nah, sebanyak salah nah ya mangken tak omong keng grigin. Nyacat habaib, nyacat ulama, nyacat kiai, nyacat orang-orang sesoleh, lesana nang tapi gerigin, mencaci maki, mengadu domba lewat Facebook, lewat macam-macam. Akhirnya colok neng tapi gerigin si mengadu domba. Saya harus tadi dosa dari sedang majelis ini kan. Tapi orang si andi dosa ngelakonin dosa kemudian mengakui dekat dosa, nah pas atobat mungkin orang nikah lebih berhak neremah kasih sayang Allah daripada orang ahli ibadah king tak gelem minta sepora sebab baru masa tandi dosa.
Cek salah paham. Mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih seneng de orang sandik dosa ambu dari dosana atau tobat terima dosana sepora daripada orang sali ibadah keng tak masa tandi dosa. Lah Kanjeng Nabi ki pinta sepora orang dari rumah ya. Hah? Kanjeng Nabi benih sare benih 10 benih 20 benih 50 100 dari rumah sampean. Nabi SAW sekarenanya Allah ciptakan dunia dan seisinya, yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi, bahkan Allah tidak akan menciptakan sorga dan neraka kecuali biwujudil Mustafa Ahmad, kecuali wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu terus anyare orang kekasih Gusti Allah bener orang tandi dosa. Atta ibu minan dambi kaman la dambalah atta ibu habibullah orang saat tobat dadi kekasih Gusti terus tobat anyaren terus tobat hadir majelis tobat salat berjamaah tobat ngaji tobat tung situng niat sampeyan ke etre matine Gusti Allah ben catet tergantung daripada niatah. Mantar moga niat-niat bagus kul panjenengan terima dening Allah Subhanahu wa taala, termoga dosa-dosa barokana sholawat, barokana maulid, barokana para habaib, barokana para ulama, matur moga sedaya se menimpa ke kaul panjenengan, matur moga baik musibah sekene seraja zahir batin, matur moga yang kak dening Allah Subhanahu wa taala, sesake pada sehat walafiat sandi hajat-hajatna Pak Abay matur muka lancar gengsar rezekina halal sebarakah amin Allahumma amin amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الآمرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحاسب بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين.
اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الحاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.